نعقد اليوم 9 نوفمبر المجلس الجهوي الأول لجهة صفاقس بعد المؤتمر الانتخابي اللي تم فيه انتخاب القائد سليم الحديجي قائد الجهة. في الحقيقة أنا مسرور بالعدد نتاع الحضور ونوعية القيادات والبرامج اللي قدمتها الجهة في الفترة هذه، والتفاعل كذلك مع المشاركين في المجلس الجهوي. هذا يدل على شيء أنه الكشافة التونسية في جهة صفاقس ثرية بالقيادات نتاعها كما كانت في الماضي، هي توا بحول الله تكون في المستقبل. كذلك من خلال تدخلات نتاع المشاركين حسينا اللي القيادات في مختلف الافواج نتاع جهه صفاقس يغيروا على الجهه نتاعهم، ورغم يعرفوا جهه صفاقس هي واحده من افضل الجهات على مستوى الجمهوريه من حيث النشاط، من حيث الامكانيات الماديه، من حيث عدد القيادات، من حيث عدد المنخرطين، من حيث عدد الانشطه اللي يقوموا بها. رغم هكايا هم يطالبوا بمزيد تدعيم النشاطات هذه وتقديم افضل ما يمكن للجهه بتاعهم، وبحول الله نتوسموا كل الخير في القيادات هذه، وبالتاكيد انه المستقبل باش يكون اكثر من مشرق لجهه صفاقس، وربي يوفقهم جميعا ان شاء الله بحول الله.